كل العالم. الأخبار الدولية مع راديو صوت فضفضة. صوت فضفضة لكل العرب. الأخبار الدولية. نشرة الأخبار العربية والدولية تأتيكم من راديو صوت فضفضة. هنا إذاعة صوت فضفضة. أخبار أهملها أهل الأخبار. معكم موجز الأخبار عبر أمواج صوت فضفضة. من راديو صوت فضفضة نترصد لكم أخبار الثقافة والأدب والعلوم والبيئة والمجتمع. الأخبار الدولية. أخبار راديو صوت فضفضة متابعة حية ورصد لأهم الأحداث في كل عالمنا العربي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم بنشرة إخبارية دولية جديدة تعدها وتقدمها لكم حنان الإبراهيم، ونبدأها بأهم العناوين. أمير قطر يعزي الرئيس الأمريكي، وحلف الناتو توسيع مهامنا في العراق سيكون بناء على طلب عراقي. السعودية تسجل 315 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا. ميناء جدة السعودي يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم. واليمن رئيس لجنة اتفاق صافر يكشف أسباب تأخر صيانة خزان صافر العائم. والإمارات انطلاق معرضي أيدكس ونفدكس 2021. واعتداء سافر على السعودية في الشارع يثير غضبا، والنيابة تصدر توجيها عاجلا. مصدر يؤكد لRT نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية بعد محاولة اغتيال في جنزور. ووزارة الدولة للإعلام في مصر تصدر بيانا بشأن قضية الإساءة لفتيات وأبناء الصعيد. فلسطين 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة. والصحة العراقية الإصابات الجديدة بكورونا تنذر بالخطر. وزارة الدفاع الجزائرية تصدر بيانا حادا ضد أبواق الفتنة، والمغرب وإسرائيل تخضع لسلطة الرئيس. الأزهر يدين اعتداء إسرائيل على العهدة العمرية وأراضي للكنيسة الأرثوذكسية وكل ما هو فلسطيني. قائد بعثة الناتو: أي زيادة لتواجدنا في العراق يجب أن يكون بطلب من حكومته. دولتان عربيتان وإيران تتجاوز إسرائيل في قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط، وتركيا بالصدارة. قائمة بأكثر الدول العربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا. وإلى أولى عناوين أخبارنا لهذا اليوم. أمير قطر يعزي الرئيس الأمريكي. بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية مسرح حوالي 60 شخصا جراء تدهور حاد للطقس في عدة ولايات أمريكية. وأفادت وكالة قنا القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم بعث ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت عدة ولايات أمريكية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. ولقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم حتى الآن جراء موجة برد قياسية ضربت مؤخرا جنوب الولايات المتحدة وخاصة تكساس، حيث أدى الهبوط الحاد لدرجة الحرارة والعواصف الثلجية إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين وانفجار أنابيب المياه في المنازل. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية الجمعة أن الأسبوع الماضي شهد بعض أسوأ الأحوال الجوية في فصل الشتاء منذ عقود. وتعاد الكهرباء ببطء إلى السكان المتضررين من العاصفة، لكن الكثير منهم ظلوا بدون مياه شرب نظيفة. وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر ينص على إعلان تكساس منطقة كارثية كبرى، في خطوة وصفها حاكم الولاية غريغ أبوت بأنها موافقة ضمنية على طلبه للمساعدة الفيدرالية. وإلى العراق. وحلف الناتو وتوسيع مهامنا في العراق سيكون بناء على طلب عراقي.
أكدت بعثة حلف الشمال الأطلسي الناتو اليوم الأحد أن توسيع مهامنا في العراق سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية. وبحسب بيان حكومي عراقي فإن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل قائد بعثة الحلف في العراق الفريق الركن بيبر أولسون، وأكد حرص بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي. وقال الأعرجي وفقا للبيان أن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، كما أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأضاف أن العراق ليس جزءا من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، وسيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، لأن تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا على العراق. ونقل البيان عن قائد بعثة الناتو قوله أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية. ويوم الخميس الماضي أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق ب8 أضعاف. وإلى السعودية، حيث تسجل 315 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا. أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيلها 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 4 وفيات ناجمة عن المرض و349 حالة شفاء منه. وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية بواقع 315 إصابة، لتصل إلى مستوى 375 و6 حالات، بينها 2451 نشطة و508 حالات حرجة. ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 17 فبراير 334 حالة، وفي 18 منها 327، وفي 19 منه 337، وفي 20 فبراير 325. وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020، حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4000 حالة. وإلى اليمن، ورئيس لجنة اتفاق صافر يكشف أسباب تأخر صيانة خزان صافر العائم. أكد إبراهيم السراجي رئيس اللجنة الأشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم أن اللجنة تقوم بمهامها على أكمل وجه وبتعاون كامل من الجهات ذات العلاقة. ونفى رئيس اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبق ما ورد على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في إحاطته لمجلس الأمن حول وجود أخطار للأمم المتحدة بإيقاف الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر. وأوضح أن كل تأجيل لموعد وصول الخبراء الأمميين يتم بشكل أحادي من قبل الأمم المتحدة لأسباب تخصها هي، ولا علاقة لحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء تلك الأسباب، مشيرا إلى أنه وبعد توقيع الاتفاق حددت الأمم المتحدة 15 فبراير الجاري موعدا لبدء المهمة، ثم أبلغت لاحقا بتأجيل الموعد إلى 1 مارس المقبل، وأرجعت ذلك إلى وجود تأخير في تسليم المواد التي اشترتها من قبل الشركات التي تعاقدت معها. كما أكد رئيس اللجنة أن هناك إطار عمل تم إنجازه والاتفاق عليه، وقال: نحترم هذا الاتفاق ونأمل أن يكون أيضا محل احترام من قبل الأمم المتحدة. أبو ظبي توقع عقودا ب1.36 مليار دولار في أول يوم للمعرض الدولي للسلاح.
أعلنت القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة أنها وقعت اليوم الأحد في معرض السلاح الدولي بأبو ظبي عقودا بلغت قيمتها 31.10 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية. جاء ذلك في تصريح للعميد محمد الحساني المتحدث الرسمي باسم المعرض الدولي للسلاح آيدكس في أبو ظبي، الذي أوضح بأن غالبية العقود تم توقيعها مع الشركات المحلية. ويذكر أن المعرض الدولي للسلاح في أبو ظبي افتتح أبوابه اليوم بمشاركة أكثر من 900 شركة متخصصة من 59 دولة. تقول الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية غالف نيوز: أتت لعرض آخر تكنولوجياتها ومنتوجاتها العسكرية بتغطية إعلامية من أكثر من 500 صحفي جاءوا من 65 دولة. اعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا والنيابة تصدر توجيها عاجلا. قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة سعودية في محافظة حفر الباطن، ويقضي القرار بإحالة المتهم إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم. ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي وفقا للمادتين 13 و15 من نظام الإجراءات الجزائية. وقال المصدر أن النيابة العامة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم. وتداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا أثار ضجة واسعة في المملكة أظهر اعتداء شاب على فتاة وسط الشارع بمحافظة حفر الباطن في شمال المملكة. ونشرت الفتاة التي جرى الاعتداء عليها الفيديو موضحة ما جرى: اعترضوا طريقي 3 ذكور وتحرشوا لفظيا، وتسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المخل، ولا أي ردة فعل بالتغاضي أو الصمت كانت ممكن أن توقف تلك الفئة المنحطة. ومع علمي بالحقيقة لم أستطع التجاهل، لأنه والله الشاهد تلك الليلة أني صبرت بالتغاضي. وإلى فلسطين وأحوال كورونا: 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد إن قطاع غزة سجل 128 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس ومراسم العزاء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 1,797,025 إصابات، تعافى منها 182,458 شخصا، وتوفي 2,180 شخص. ومصر: وزارة الدولة للإعلام تصدر بيانا بشأن قضية الإساءة لفتيات وأبناء الصعيد. علقت وزارة الإعلام للإعلام المصري على حديث الإعلامي تامر أمين وعلى ما قدمه في برنامج آخر النهار، وأصدرت بيانا بشأن ذلك لافتة إلى أن كلام أمين يخالف السياسة الإعلامية المصرية. وأشارت الوزارة تعليقا على تصريحات تامر أمين في برنامج تلفزيوني اعتبره أهل الصعيد إساءة لهم، أن حرية الإعلام لا تعني أبدا الإساءة لأي من أبناء الشعب المصري،
وأن ما ذهب إليه الإعلامي تامر أمين هو أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية. وتابعت في بيانها أن قيام قناة النهار بوقف الإعلامي تامر أمين وكذلك اعتذاره لأبناء الصعيد هو أمر محمود، ولكن قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات لتوضيح حسن النوايا. وطالبت الوزارة والمصريين بوقف التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي حرصا على مشاعر أبناء الصعيد، فآخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا إثارة وتأليب الرأي العام بشكل يضر بمصلحة المجتمع وتماسكه بحسب البيان. وإلى الجزائر، ووزارة الدفاع الجزائرية تصدر بيانا حادا ضد أبواق الفتنة والمغرب وإسرائيل نخضع لسلطة الرئيس. أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد بيانا تعقيبيا على الأنباء المتداولة عن نيتها إرسال قوات إلى المهمة العسكرية الدولية العاملة في الساحل الإفريقي تحت قيادة فرنسا. وذكر الجيش في بيانه: تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهة أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. وكذبت الوزارة ما وصفته دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة، مرجحا أن هؤلاء يعملون بأوامر من مصالح حكومتي المغرب وإسرائيل، وأضافت أن هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة تروح بأهداف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد. وشددت الوزارة على أن الجيش الجزائري لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني وفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة أمن البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن إرادة الشعب هي التي تقرر مشاركة القوات الجزائرية في أي من عمليات خارج حدود البلاد حسب الدستور. الأزهر يدين اعتداء إسرائيل على العهدة العمرية وأراضٍ للكنيسة الأرثوذكسية وكل ما هو فلسطيني. دان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مخططات إسرائيل لبناء نحو 3000 وحدة استيطانية على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة بيت صفانة. وشدد المرصد في بيان له اليوم الأحد على أن هذه المخططات الاستيطانية تمثل تعديا صارخا على العهدة العمرية، والتي نصت على الحفاظ على الأراضي الفلسطينية والحرص على الكنائس المسيحية. وأكد على أن إسرائيل تستهدف كل ما هو فلسطيني بغرض تغيير الواقع الديمغرافي في القدس لصالح المستوطنين. ورفض مرصد الأزهر سياسة إسرائيل التي تستبيح المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي المتمثل في محاولة أحد المستوطنين المتطرفين إضرام النيران في كنيسة الجثمانية في القدس. وطالب المرصد الاجتماعي الدولي بالتصدي للسياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القوانين الدولية وبتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.
دولتان عربيتان وإيران تتجاوز إسرائيل في قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط وتركيا بالصدارة. تتجاوز تركيا دول العالم العربي من حيث قوتها العسكرية حسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم عام 2021، وتحتل تركيا المرتبة 11 في هذه القائمة، فيما تعود إلى مصر التي تعد أقوى دولة عربية من الناحية العسكرية حسب الموقع المرتبة 13، وتليها إيران في المرتبة 14. وتحتل السعودية المرتبة 17 متجاوزة إسرائيل التي تشغل المرتبة 20، ودخلت 2 فقط من الدول العربية الأخرى قائمة الأقوى 50 جيوش العالم، وهي الجزائر والإمارات. وأشار الموقع إلى أنه اعتمد في هذا الترتيب على 50 عاملاً مختلفاً، ابتداءً من القوة العسكرية ووصول إلى القدرات المالية والنواحي اللوجستية والجغرافية. وإلى الأردن وتعليق فتح أي قطاعات جديدة في ظل تزايد إصابات كورونا. أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني علي العايد السبت تعليق فتح أي قطاعات جديدة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا. ولفت العايد إلى أن اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات كورونا عقدت اجتماعا مساء أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استمعت خلاله إلى تقييم حول مؤشرات الوضع الوبائي الذي يشهد زيادة في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية وارتفاعا في عدد الوفيات. وأضاف اللجنة توافق على عدم فتح أي قطاعات إضافية في الوقت الحالي واستمرار تقييم الوضع الوبائي بشكل مستمر. وأكد العايد أن اللجنة الإطارية ستبقى في حالة انعقاد مستمر لدراسة التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة التي وجه الخصاونة إلى الاستمرار بعقد اجتماعاتها بشكل مكثف، وأن أي مستجدات أو إجراءات تتخذ سيعلن عنها في حينه. وسجل الأردن 2200 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا حسب ما أعلنت وزارة الصحة. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. كان معكم بالإعداد والتقديم حنان الإبراهيم، وبالإخراج دكتور عماد أبو شهاوي. نلتقيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. الأخبار مع راديو صوت فضفضة.